انا ربنا تاب عليا وهروح اصالحه دلوقتي. حطه يا جماعه، هات يا حبيبه السلطه، هات يا حبيبه السلطه، حط السلطه. مؤخرا حصل حدث كده معرفش هو مهم لمين، بس في واحده يوتيوبر بلوجر مؤثره مشهوره معروفه قلعت الطرحه. وطبعا عشان احنا شعب كرييتيف بطبعه ما ينفعش نقلع الطرحه كده عادي، يعني عملنا لها تقديمه كده زي مثلا تقديمه صفقه بن شرقي كده. المهم في المشهد العظيم السينمائي دوت الطرحه ما اتقلعتش صدفه، الطرحه اتقلعت بطريقه كريتيف جدا، وهي ان الشجره هي اللي خلتها تقلع الطرحه. ديت شجره الزقوم، الشجره بتاعت نوال السعداوي. يعني دي البلوت تويست اللي في الموضوع، هي مش هي اللي قلعت الطرحه، هي كانت بتجري وغصب عنها الطرحه شبكت في الشجره. يعني هعمل ايه طيب؟ ما انا في نص الصحراء، مفيش خلاص، ما انا كان عندي طرحه واحده طول حياتي اتقلعت خلاص، مش هعرف البس غيرها. وده اللي جاب في دماغي موضوع حلقه النهارده، وهو الحاجات اللي احنا بنعملها بارادتنا بس بنعمل فيها من بنها، بنعمل فيها عبط، بنعمل فيها اللي هو الايموشن بتاع سعيد صالح في فيلم سلام يا صاحبي ده. فاول حاجه بنعملها ونعمل فيها عبط او بنعمل فيها من بنها، وهي الفاسيه وسط الزحمه. انا يا جماعه ما بعملش كده، مش عشان بس قدام الكاميرا وبتاع، لا بجد انا ما بعملش كده، لان هي حاجه وحشه جدا. انا مش مسامح اي حد بيعمل كده، ده اول حاجه. بس انا جاي النهارده عشان انا بحبك، انا جاي اقول لك ازاي تقفش الشخص اللي بيعمل كده وسط الزحمه. مؤخرا بقى في جهاز كده غالبا ما اعرفش هو بره اكس راي ولا مش عارف ايه، بيبين الغاز وهو طالع، فده تتقفش. ده مثلا لو في هايبر ولا في حاجه وبيشتري حاجه وعملها والكاميرات جابته، ده تقفشه تسجنه سنه سجن على طول. بس انا اقول لك ازاي تقفش الشخص اللي عمل كده من غير اي اجهزه ولا اي حاجه. انتوا مثلا قاعدين في حصه، قاعدين في محاضره، لو شميت ريحه، اول ما تشم ريحه بص على اكتر واحد مركز مع اللي بيحصل، اكتر واحد مركز مع المستر، اكتر واحد مركز مع الدكتور اللي بيشرح بنسبه 99%. هو ده. زمان كان يقول لك ايه، انت بص على اول واحد بيغلوش، اول واحد بيعمل اي حاجه عشان يدارع على اللي هو عمله. دي اتفهمت خلاص، فالناس بطلت تعملها. بص على اكتر واحد هتلاقيه مركز، هو ده. ليه مركز؟ مشغل كل عضلات جسمه، مشغل عامل حواجبه 11 عشان يركز، مش سامع اي حد حواليه، لان هو خايف تطلع بصوت، لان هو لو طلع بصوت كاريره هنا انتهى، هو هنا خلاص كده بقى هيروح مش هيكمل حياته. هتلاقيه مركز قوي، مرخي اعضاء جسمه، شادد عضلات الجلوتس، مركب كاتم صوت، لان هو لو طلع بصوت خلاص كده انتهى. زي ما قلت لك، انت تقفش ان هو ده على طول، تقفش ان هو ده، ما اعرفش بقى، تصرف، تبلغ عنه، تعمل فيه محضر، تشمه لو طلع هو، تفضحه، تطلعه على البنش قدام الناس، تقول هو ده يا جماعه. زمان كان اللي بيعملها كان بيغلوش، كان بيديها مثلا هو يعني الجو حلو قوي النهارده. الجو كان حلو قبل سنتين بالظبط، الجو كان النهارده كان جميل، كان مشمس جميل جدا. انت بوظته، عكرته، اديت واحده نيتروجين الصوديوم، بوظت الجو كله باظ. يعني انا بقترح ان احنا نعمل قانون جديد، سنه سجن لاي حد بيفس وسط الزحمه. يعني لو لوحدك تمام، انت لوحدك، انت موت نفسك بقى، انت براحتك. لكن وسط الزحمه انت عملت جرائم لا تعد ولا تحصى. ده اول حاجه، انت خنقت ناس، يعني في ناس جالها اختناق، ربنا يكون في عونهم، دول ماتوا. تاني حاجه انت عملتها، انت نشرت فتنه بين الناس اللي قاعدين دي. انا شايف اتنين ماسكين في بعض عشان كل واحد شك في التاني، 200 واحد قاعدين كله عمال يبص لبعض، انت شككت كل الناس في بعض، نشرت فتنه، عملت فتنه في المكان، وانت قاعد اللي هو الجو حلو قوي النهارده. وبعدين يا جماعه، هو ايه اللي من حسها فسها؟ لا انا حسيت شميتها، انا اول واحد شميتها عادي. هو ايه اللي من حسها فسها؟ ما اللي حسها فسها مش هيقول. اعظم واحد بقى بيعمل من بينها طبعا، ودوت لا خلاف عليه، الاب المصري وقت الاكل. الاب المصري تمام يا بابا، انت هنحط الاكل اهو، انت قاعد اهو، هنحط الاكل، الترابيزه اتحطت، الاكل اتحط. انا والله بس انا فايتني فرض الظهر سنه 73، وقت الحرب اتشغلت شويه فما صليتش الظهر. هجيب الظهر دوت وركعتين السنه واجي لكم، هناكل. هو الاكل يحصل له حاجه؟ هناكل كلنا يا جماعه، في ايه؟ تراويح 2007 دي بقى كانت وقت ماتش النجم والاهلي، كنت انا اتضايقت ساعتها ما صليتش التراويح. هاجي بقى التراويح ما هناكل يا جماعه، ما هناكل، هو الاكل هيحصل له ايه؟ اسكت. عمك اللي في الصعيد، عمك دوت انا زعلته سنه 92 وقت الزلزال، انا نزلت على السلم قبله، زعل من ساعتها وزعلان مني. انا ربنا تاب عليا وهروح اصالحه دلوقتي. حطه يا جماعه، هات يا حبيبه السلطه، هات يا حبيبه السلطه، حط السلطه. هروح بس اصالح عمكم دوت في الصعيد، في النوبه تحت خالص، وباذن الله هاجي على طول. هاجي، هو الاكل هيحصل له ايه يا جماعه؟ في ايه؟ هاجي على طول. لا ويزعل قوي بقى لو بدانا اكل من غيره، ما احنا طبيعي ناكل، انت حضرتك كده هنموت فقر دم وانيميا. مين تاني بيعمل من بنها؟ الراجل وقت نداء التزاوج، اسف بالغلط فتحت فيسبوك وسرشت عنك ودخلت عندك وعملت لك لاف على الستوري بالغلط
عملت لك لايك وهاها على بوست انت كده كنت منزلاه، ودخلت الشات بعت لك كوره لاننا كنا بنلعب بدل انا واصحابي، فالكوره جت عندك بالغلط، فاسف بالغلط. ممكن ترجعي لي، مش ترجعي لي الكوره، لا ممكن ترجعي لي. مين تاني بيعمل من بنها بجد؟ السواق، وانت ليك باقي، وخصوصا بقى لو باقي قليل وهو عارف ان العربيه فيها حريم او فيها بت انت بصيت عليها، هو واخد باله. خلي بالك السواق بيبقى قاطع على كل حاجه بتحصل في العربيه، هو عارف ان انت شحط هتتكسف تطلب ال 2 جنيه الباقيين، يعني هو عارف برضو ان انت حبيت البت اللي قاعده في الكرسي التاني، هو عارف ان انت عملت معاه اي كونتاكت وهي خلاص كده انتوا باذن الله تتجوزوا اول ما تنزلوا من العربيه، هو عارف ان انت كده هتبان قدامها شهم مش هطلب ال 2 جنيه. وبعدين بقى هتلاقيه بيغلوش على الموضوع عشان يداري على الموضوع باي حاجه، هتلاقي مثلا قام مشغل جورج وسوف ومعلق على الاخر واندمج بقى معاه وعمال يغني. اول ما انت تقطع عليه وتقول له يا اسطى يا اسطى في باقي ورا، خلاص انت اتنزلت عن الشهامه بتاعتك، هيقوم موطي ويسمعك يقول لك ايوه يا استاذ، ويقوم قال لك ماشي هجيبه لك اهو، يقوم مشغل بقى سمسم شهاب او مصطفى كامل ويعلي على الاخر وخلاص، ويقعد يعيط بقى. ما انت مش هينفع تطلب فلوس من واحد بيعيط، خلاص ده في اللي مكفيه، ده في اللي مكفيه، هينفع تطلب فلوس من واحد في اللي مكفيه؟ لو طلبت الباقي بقى يقول لك ثانيه يا استاذ والله ما فيش فك بقى، فينزل يفك ويرجع بقى قبل ما يديك الباقي يقوم نازل تاني مثلا عامل واحد طرطره عشان يجي بقى يديك، خد يا استاذ بقى خد الفلوس اهيت فيها فيروس سي، مش انت عمال تطلب الفلوس، خد دول 2 جنيه فكه فيهم فيروس سي، يلا روح اتعالج على طول. السواق كمان بيعمل من بنها وانت بتقول له على جنب يا اسطى، بس هو لمح زبون على بعد 2 كيلومتر، مش هينزلك غير لما ينزلك وعشان ياخد الزبون ده، لا والله ما تنزل، انت مش عارف مصلحتك هناك عند بعد ال 3 كيلو متر اللي هناك دول في زبون واقف وانا لمحته. مين تاني بقى اللي هم متربيين بقى بيعملوا من بنها بجد طول عمرهم؟ امن الجامعه مع البنات. استاذ مش هينفع تخش، والله مش هينفع تخش، انت لابس شراب كعب عرقوبك باين، لا دي في بنات جوه عندها فتش عرقيب تثير البنات اللي جوه دي، لا مش والله ما تخش، روح هات شراب اللي هو لحد بتاع لعيبه الكوره اللي هو بيبقى فوق الركبه ده، البنات جوه بتستثار من العرقوب. ايه ده انت لسه لاعب ساعد ولا ايه؟ مش هتخش، غطي الساعد بتاعك ده لابس بنص بره عني، روح هات حاجه بكم غطي الساعد ده، لان الساعد دوت الساعد بيساعد جوه على انتشار الفتنه، انجز غير اللي انت لابسه ده، انت ايه عامل لي فيها محمود الدره؟ طب معلش بس هو الانسه دي داخله ببكيني تو بيسز، ده انا شايف كل حاجه ودي داخله عادي، يا راجل يعني عيب تقول الكلام ده، عيب تقول انت مش عارف دي مين، ده نشاط طلابي دلوقتي، في نشاط طلابي جوه في كليه حقوق، انت اتجننت ولا ايه؟ دي داخله بتنشر جوه الرذيل بتنشر التحرر، تنشر التحرر من القيود، لقد خلقنا الله احرارا، نزلنا من بطن ماما بلابيس، عايز البنت تلبس، طب في واحده هي داخله بهوت شورت يعني كل حاجه باينه، انا والله بقى بنطلوني مخربش بس حضرتك. لا والله دي الانسه ساره، وحش كليه تجاره، دي اختي فاضله. كمان بقى اللي بيعمل من بنها قوي الصنايعي، اللي هو انت بتحاسبه وبتحط الفلوس في جيبه، اذا كان بقى حلاق سباك نجار اي حد من الناس دي، وقت الحساب هتلاقيه مش هنا، هتلاقيه مش معاك، هيعمل اي حاجه في الوقت دوت يبين لك ان الفلوس ده اخر حاجه، هو ما بيفكرش في الفلوس خالص. حاطط لبن على النار والله يا استاذ، يعني هروح اشوف اللبن بس على النار وابقى اجي لك كده قبل ما تطلع الفلوس. مراتي بتولد دلوقتي عيل ابن 3، عيل نازل ابن 3. ايه ده يا اسطى؟ هتخلف بويضه؟ ده كده هينزل بويضه عادي زي ما هو، مش هيحصل حاجه، هينزل بويضه عادي. والله احنا راضيين بالبويضه، هروح بس اجيبه واجي لك اول ما تحاسبني بس. مين تاني بيعمل من بنها؟ البرد مع البنات، خد بالك ان في كذا حاجه بتعمل من بنها مع البنات، والموضوع دوت انا مش حاطط ايدي عليه بالظبط هو ايه السبب، يعني دوت كسوف ولا خجل ولا اللي هو تقدير، يعني بتحترم المراه زياده عن اللزوم، بس ليه في ليل 31 ديسمبر داخلين مكان، انا لابس طبعا جاكيت 3 طن، لابس 64 كلسون، لابس شراب بتاع لعيبه الكوره لحد ركبتي، لابس قناع توليت، لابس جوانتي محمد الشناوي، لابس نضاره اللي هي بتاعت اللحام، يعني مفيش اي حاجه باينه من غير بس مناخيري عشان اعرف اتنفس بس. وجنبي في نفس المكان الانسه روان جرد، اللي عمري ما جالها برد، قاعده توبلس وهوملس، مش لابسه اي حاجه، هي لابسه شراب بس، لابسه شراب، الباقي مفيش اي حاجه. انا بيجيبوني الصبح من الحميات درجه حراره 96، خلاص قربت اغلي، وهي تمام، هي بالنسبه لها الجو رائع، طقس مصر معتدل صيفا، حار ممطر دافئ شتاء. طب وهو انا كندي؟ ما انا معاكم في نفس مصر دي، انت ليه يا اسطى؟ انت ليه بتجيلي انا وبتسيبها هي؟ ليه بتعمل عندها من بنها يا حبيبي؟ طب ما تخش، يعني انا بتخيل ان البرد ده بني ادم ودخل مثلا المكان، فقام دخل هات لي ده
هات لي دوت اللي خرمين مناخيره باينين، ده بيتنفس، هاته. ادهوني بقى دور برد كده، قعده كسر عظمه، ده قعده في السرير 3 شهور. لوجي ايه القمر ده يخرب بيتك؟ ايه يعني، انا ما عرفتكيش، خلي بالك ايه القمر ده، انت مش لابسه حاجه ليه؟ لا لا لا، جامد قوي اللبس اللي انت مش لابساه ده، بس انتقل بقى، يعني انتقل المره الجايه، لان العيال زمايلي ما بيتوصوش، عمالين يلفوا، خلي بالك بيرقعوا الواحد، ما خلي بالك يعني. انا موصي عليكي والله، بس انا ما اضمنش يعني، انا عن نفسي انا مش هجيلك. زمايلي بقى اللي هو السخونيه والحاجات دي ما اعرفش، خلي بالك على نفسك. مين تاني بيعمل من بنها؟ الجن العاشق. الجن العاشق مولود في بنها اصلا. انا نفسي افهم ذوقك في الحريم، يعني انا نفسي افهم ذوقك في الحريم واستفيد من خبرات سيادتك. انت ازاي سايب سيدني سويني وبيلي ايليش والجماعه الكرام دول وحبيت سماح بتاعت قريه ميت بيزو؟ بجد والله انت يعني انت دماغك فين يا اسطى؟ انا اسف والله، مش بغلط فيك عشان ما تجيش تسيب سماح وتجيل. انا اسف، ده مش غلط فيك، بس انا فهمني وجهة نظرك وانا هسكت. يعني ايه غرضك؟ طيب انت بتتغذى على ايه؟ يعني ايه اللي بيعجبك؟ يا صاحبي اصل تحت العبايه حكايه والله يا عم. هم اللي هناك تحت البتاع، ما هناك ما فيش تحت بقى ولا فوق، هناك اصلا خلاص برضو توبليس، ما فيش حاجه. انت ايه يعني؟ انت بتغض بصرك فبتروح لسماح اللي متغطيه؟ انت ايه يعني، عايز واحده تصونك؟ لو كده ماشي، لو عايز واحده تصونك تمام ماشي، انا متصالح ان انت تاخد سماح وتسيب بيلي ايليش ولا سيدني سويني. اصلا والله يا صاحبي، اصلا ضعيف في الانجليزي. يا عم اذا كان كده ماشي، طب خد كورس انجليزي وروح بقى عشان تعرف تتواصل معاه. بعدين انت مش محتاج تواصل، انت محتاج الحسد. برضو الحسد بيعمل من بالها كتير قوي يا اسطى. يعني انت سايب رونالدو وميسي وابو هشيمه وبيل جيتس والناس دي، ما اعرفش ايه اللي دخل ابو هشيمه في وسط الناس دي، بس انت سايب كل دول وجيت لي عشان انا معايا 200 جنيه زياده؟ يعني انت ليه سايب كريس بامستد وفيل هيس والناس دي كلها، وانا اول ما الباي نبتت عرفت ان الباي نبتت فجيت تبارك لي؟ خد خلع في الكتف بقى، عشان انت ايه، الباي شكلها بتنبت، خد خلع في الكتف، اقعد من الجيم بقى 16 سنه. انت كفيف، انت بجد انت كفيف، انت بتشوفش؟ الرجاله بتعمل من بالها امتى تاني؟ بتعمل من بالها مع الجيم، مع الجيم في العموم. يعني انت ما شاء الله اشتركت سنه، عايزين نبقى نشوف موضوع الجيم ده. طب ايه يعني مش هتروح؟ انا رايح دلوقتي مش هتروح؟ لا والله ده منعوني من الدخول، ده معلقين صورتي هناك على البوابه هتشوفها، ممنوع دخول هذا الحيوان. وخصوصا بقى بنعمل من بالها مع تمرينة الرجل، بنش وباي، ظهر وتراي كتف، بنش وباي، ظهر وتراي كتف، بنش وباي، وهكذا وهكذا. طب والرجل ممكن تلعبني مع انا والله انا في عضلات برضو عادي بتحتاجني، اوقات بتحتاجني، برفع لك التستوستيرون وبظبط الدنيا، ممكن تلعبني؟ لا والله انا اعرفك بنفسي، انا عمر فرج، انت ما تعرفش انا عمر فرج، ما بلعبش رجل. مين تاني بيعمل من بنها؟ ابن اختك، وهو بيديك واحده سرسوب كده من تحت لتحت، بيعمل من بنها، بيقعد يضحك بقى، اللي هو دي حاجه كوميديه، هو فاكر كده ان هو دي في حاجه بتضحك، اللي هو اداك واحده كده بدرجه حراره 36 نازله بتشويك بتغليك، وهو ايه بقى، انت ايه الدنيا، انت حاسس بحاجه، انت بتحس يعني. يعني الاطفال عندها علاقه طرديه بين السرسوب وبين الضحك، هو يديك واحده من هنا يعني ايه بقى، ايه انتوا؟ اللي بيعمل كمان من بنها الماسنجر، مش عارف الصراحه مين لسه بيستخدمه، بس انا كل عيد اضحى كده بلاقي الماسنجر باعت لي رساله. لو الموضوع ده كان يهمك يعني، انا اسف، بس لو الموضوع ده كان يهمك يعني، كان في حد عايد عليك من عيدين فاتوا كده في 2020 الرساله، خد ده النوتيفيكيشن بتاعها. بس انا قلت اعمل اللي عليا، خلي بالك انا بشوف شغلي، بس انا كنت مقيل شويه فلقيت رساله جايه لك، فبص كده هي الاكس، يعني الاكس كانت باعته بتعتذر لك، بتقول لك احنا اسفين ممكن نرجع، بس انا لقيتك ارتبطت فقلت خلاص بقى ما رضيتش ابعت لك واوجع دماغك، انا عارف انك مشغول خلي بالك، فخلاص يعني مش مهم ترد عليها برضه. خد دي برضه رساله، كان واحد هيبيع لك ايفون 16 ب 2000 جنيه، بس انا عملت بحث كده ولقيت ان هو سرقه، فقلت مش مهم ابعت لك الرساله قوي يعني، انا اصلا عارف ان انت عيل محترم يعني. الام المصريه بتعمل من بنها يوم السمك، او يوم اللي هي بتكون عايزه تاكلك فيه اكله غصب عنك، او اكله هي خلاص ده مضطر اعمل الاكله دي النهارده، بتعمل من بنها اول مره تشوفك، اول مره تعرفك، اول مره تعرف انت بتحب ايه وبتكره ايه. عامله لكم بقى النهارده الاكله المفضله بتاعتكم بقى، الفيفوريت فود بتاعتكم كلنا النهارده بقى، عامله لكم ايه، بشاميل؟ لا عامله لكم سمك يا امي، والله مش بنحب السمك، كلنا مش بنحب السمك، مفيش حد بيحب السمك وانت مش بتاكلي معانا. ايه ده ما بتحبوش السمك ازاي؟ ده انتوا طول عمركم بتقولوا ان دي الوجبه المفضله بتاعتكم، ايه ده مش بتحبوش السمك ازاي ده؟ امي كمان بتعمل من بنها مع العصير البايظ مثلا، تبقى الف في الثلاجه كده لقيت كوبايه عصير من 2006، لا لا شغاله زي الفل دي. ده صباع موز بقى شبه فينيسيوس جونيور، بس شغال، ده بينزل بيطهر المعده من البكتيريا الضاره. لا لا ده حلو، ده كله ده وريني كده، يلا غسيل معده، روح اعمل غسيل معده بقى.
اخر حاجه كمان عايزين نتكلم عنها، العالم كله عامل من بنا عن اللي بيحصل في السودان، عن اللي بيحصل في الفاشر. اقل حاجه ان احنا نتكلم عليهم، اقل حاجه ان احنا نوصل صوتهم، ان احنا نعرف ان العالم ان في حاجه بتحصل هناك في السودان اصلا. الموضوع اكبر من حرب اهليه، الموضوع اكبر من خناقه بين طرفين في دوله. لا، الموضوع فيه وسائط خارجيه كتير، في ناس عايزه تقسم الدوله، لان الدوله لو اتقسمت سهل سرقتها. ولو انت فاكر ان الموضوع مش طايلنا، لا الموضوع طايلنا. حدودنا مع السودان اكتر من 1200 كيلو متر، فعادي هيبقى في خطر عليك وعلى امنك القومي لو الدوله ذات نفسها حصل فيها حاجه، لان حدودك معاها كبيره جدا. فيا ريت ما نعملش من بينها مع اهلنا في السودان، وندعي لهم على الاقل. لو احنا مثلا مش هنقدر نعمل حاجه، اقل حاجه نقدر نتكلم عليهم، نقدر ندعي لهم. وربنا عليم بكل شيء ولا يظلم ربك احدا، وباذن الله ربنا يفرج همهم ويفرج كربهم وبس. ندعي لاخواتنا في السودان وفي كل مكان. انا هشام سكر، وده كان التيتو الشريط. السلام عليكم.